شوفيان. التحويل الوزاري والدستور والانتخابات بتجازة. وانا في سبيسيلية هاك النهار شفت امرأة واقفة بحذا الباب ثبت في الناس اللي ظهر فيهم مرضى، ومن بعد تتعرف عليهم وتولي تتحدث معاهم بالتوشويش قدام المحل. كالعادة قلت لروحي اللي يوشوش لسانه يلشلش واللي يسمع وذنه تطرش. هكاكا وانا خارج من السبيسيلية جاتني هيك المرأة وقالت لي وخاي تحبش تتداوى بالدول العربي؟ في رمشة عين جاتني فكرة كي تكرة. قلت لها كان من الدول العربي لا، اما ماذا بيا على تجازة تعاوني على همي وتفرج لي كربي. قالت لي هيه عندي صحارى يدها جبد الماء. جاوبتها دغري لا حاجتي بلارة ولا بلارة ولا بامك العزوزة الصحارى، نحب تجازة بالفم والملاء، تجازة بالسبحة والنبحة، ولا تجميد ماء ولا شريان بلاء. الحصيل وبعد لي كما نقولوا هزتني للتجازة. قالت لي وليد أمه وليد دبي قول امين. شوفيان وجابك الحين الحيلة ولا تشيتين ولا تلامس في العينين؟ قلت لها لا ذا ولا ذا قول يمين. نحب تجازة على حاجتي. قالت لي تيقولوا سايب المرسول. قلت لها حدثني بنية عمي زعم التحويل الوزاري وارد قريب ولا استنى يا سردوك حتى يجيك القمح من القريب؟ قالت لي ود كذا الثانية. قلت لها زعما مازلنا باش نشوفوا في حياة الدستور وانتخابات ولا نقيسوا من توا ومسح مات. ويدوب ما بيضت الكف جلست والخوف بعينيها تتأمل وجهها المقلوب وقالت يا وليدي أحزن وزيد أحزن المستني عليك هي المكتوب. قلت لها يزي لندفن روحي توا تحت الطوب، أنا نسلك على الحقيقة وتعمل لي أنت زادة فوتوشوب. ورجعت إلى الدار حزينا مغموما وأنا مروح دهداهي قعدت نفكر وراودتني أفكار من نار أقوى من الحكايات اللي حكيتها شهرزاد لشهريار. تصورت نواب المجلس التأسيسي يبنوا حكاية أمي سيسي ويكتبوا لنا دستور في أقل من 3 شهور. تصورت في بوسطة بن جعفر يضرب على الطاولة ويخرج من صمته ويحرج حلفائه وحتى أصدقائه ويعمل التيماتام للمجلس، يا يكتب الدستور في أقرب وقت يا يتحل وما عاد فيه ما يتفصل. تصورت سي حمادي جبالي ياخذ موقف واحد بسيته رئيس حكومة ويخرج من جلباب الغلاب نتاع الإخوان والأحباب والترويكا والأحزاب. تصورت الحكومة تشفى من الشلل والوعود وتنكب ولو استثنائيا على مصالح العباد وتخلق مواطن شغل في غالب البلاد. تصورت رئيس الجمهورية سي مصطفى مرزوقي ينقص في تكاليفه الباهظة على المالية العمومية ويتخلى على مبالغ شهريته الخيالية. تصورت الأسعار تنقص والعيشة ترخص والعنف يتبدد والوحدة الوطنية ما عادش تقتصر على مجرد شعار يتردد. تصورت حركة النهضة وحركة نداء تونس يتصالحوا ويصلحوا سقف ويحطوا شواقر فوق الرف ويتخاطبوا بلغة عذبة مش بمنطق الظلف. تصورت قبل ما نفيق ونستدرك روحي ونفهم اللي العراك والخصومة ردوا حياتنا السياسية مشومة وشيلومة وبيلومة. وقلت روحي لا تتكدر يا ولد بفرحات لا تكدر، ما كتحب الفن ما لازيد واصل تفرج في المسرحية لا ترسلك في ثنايا البوليتيك مودر. وما تفكرش والعصفور الحر كي يتشد ما يفرفتش. شوفيان.